الأستاذ إدريس البشقر، السادة السفراء، الإخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي، الإخوة والأخوات في كل الوفود المشاركة اليوم، الحضور الكريم كل باسمه وصفته. اليوم الشبيبة الاتحادية تستقبل المؤتمر الاتحاد العام للشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي. اليوم هذا المؤتمر سيناقش مجموعة من المواضيع التي تخص الشباب في العالم العربي. هي فرصة أيضا من أجل انتخاب أمانة عامة جديدة من أجل أن تسير المرحلة المقبلة من أجل الدفاع عن مختلف القضايا التي تخص الشباب في العالم العربي. هذه الدورة اخترنا لها دورة فلسطين، يعني من أجل أن نظهر وأن نكمل على مسار التضامن التي تعمل عليه الشبيبة الاتحادية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في القضية الفلسطينية. وكذلك هي مناسبة لأن نوحد الرؤى بين 16 منظمة شبيبية عربية من 14 دولة، وكذلك لمعرفة ماذا يحصل داخل كل هذه البلدان من أجل يعني بلورة مجموعة من المواقف اللي بإمكانها أنها تكون خارطة طريق لعمل هذا التنظيم العربي الشبيبي.